السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة عندنا محشي ممبار ومحشي ورق عنب. اولا هنبدأ بالبصل. هنخلط البصل ناعم قوي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، شوية من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة البلدي، وندبلهم بس مجرد تتبيل. يعني يبقى المحشي يا دوبك مش عايزة اصفر له البصلة او احمرها، انا عايزاها يا دوبك يتدبل. وعلى بال ما هو يتدبل هنسلق ورق العنب. طبعا احنا منضفين ورق العنب، هنحط عليها معلقه من الزيت وشويه من الميه المغليين، ونسيبه كده لحد ما يشرب كله من الميه. ونكون ضربنا الطماطم، يكون البصله اتدبلت، هننزل عليها بعصير الطماطم بالشكل ده مع معلقه من الملح والفلفل الاسمر والكمون. انا ما بحطش كزبره خالص، تمام. معلقه ملح، فلفل اسمر، كمون، ونسيبه لحد ما يقرب يتسبك كده. دخل في التسبيك، هنزل عليه بالخضره. والخضره هنا عندي شبت وبقدونس بس، مفيش كزبره، تمام. انا ما بحطش كزبره خالص على محشي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا بجيب الخضره من السوق كميه كبيره واخرطها واعينها في الفريزر على قد الاستخدام، بطلع منها كل مره على قد الاستخدام. هسيبها بقى تتسبك مع بعضها شويه عشان الميه بتاع الخضره دي تنشف، واكون غاسله الرز ومجهزاه، تمام. طبعا احنا كلنا بنعرف نحشي، كلنا بنعرف نعمل الحاجات دي، بس كل بيت وله طريقه. فممكن تجربي طريقتي وانا اجرب طريقتك ويستحسن طريقه حد يستخدمها عادي. طبعا البنات الصغيرين لازم يتعلموا دخول المطبخ، لانه مهم جدا جنب التعليم. هنشوح الرز كده لحد ما ينشف، ونهدي عليه النار لحد ما نشفه كويس. كده جهزنا الدقيقه اللي هنحشي فيها المحشي، حطينا فيها على الورق العنب، وسلقنا الورق العنب، وكده خلطة المحشي جاهزة للحشو. الرز مفلفل وناشف، طبعا مش مستوي، بس احنا مشوحينه في الطماطم. هنحشي بقى كده. الحاجة بدأت تحشي بالشكل ده، هي بتحشي على الصينية وبتعرف تحشي على ايديها، تمام. فهي حبت انها توريكم بس المحشي اللي على ايديها. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك. اتمنى ان الفيديوهات تنول اعجاب حضراتكم. كده هنيجي لزيادة المحشي. هنحط كبشتين في الاول بس كده يغلي غلوتين، وبعدين نبدأ في الزيادة. هنيجي نزود زيادة الكاملة، هنروح حاطين عليه المرقة اللي يدوبك تغطي الرصة الأولانية نصها، تمام بالشكل ده. ونسيبه يغلي، وندير الحلة كل شوية لحد ما قرب ما يجي الشرب نحط تحته الشياطة. هنيجي بقى كده للممبار. الممبار موجود ومغسول ومتنضف وكان في الفريزر، فانا نزلته عشان افكه، حطيته تحت المية بالشكل ده. انا بسيبه طويل بالشكل ده، يعني بسيب المصران يعني طويل، مش قصير قوي. انت عايزه تقصيه قصيه حسب طريقتك واستسهالك، تمام. بس انا بعمله كده وافرغ الهواء، واوزع الرز عادي، وابططه كده عادي، واطلع منه الهواء عشان ما يفرقعش مني اثناء السلق، تمام. هنحشيه ونفرغ منه الهواء ونبططه، وبعدين هربطه بفتل. بس بجيب الفتل اللي هي البيضه، اللي هي فتل الكنفال البيضه دي، تمام. واروح عامله صباع، بس بطوله شويه عشان طبعا هو كده كده بيكش في الميه، فبطوله شويه. وبعد كده اما باجي اسلقه بعد التحمير بروح فصلهم عن بعض عادي بكل سهوله، فمفيش مشكله في فصلهم، تمام. لان التحمير طبعا هيدوب الفتله، فانت ممكن تفصليهم بكل سهوله وبالراحه خالص بالشكل ده. كده هنربط. انت حابه تقصي وتعملي صباع بصباع على حسب استسهال حضرتك، واعملي زي ما انت عايزه. وعملت شويه منهم بابلز بنفس الطريقه، يبقوا كويرات صغيرين بالشكل ده. هنيجي للسليق. ميه حطيناها في حله رفعناها على النار مع بصله ومعلقه ملح ومعلقه فلفل، بس الملح هنحطه في الاخر، يعني قرب ما يجي يستوي كده نروح حاطين الملح بالشكل ده. هنسيبه بقى لحد ما يتسلق، وبعدين هنطلعه. كده هو استوى، هنطلعه ويبقى على التحمير على طول، تمام. هنحمره في شويه من الزيت، ونخلي بالنا منه طبعا، ونخلي بالنا من النار كويس، ربنا يقينا شر النار وعذابها يا رب. كده بعد ما طلع، وكده بعد ما خلصنا اكلنا، المحشي استوى والممبار استوى واتحمر،
بألف هنا وشفا مقدما للي هيعمل، وإلى اللقاء في فيديو جديد.